منور يا استاذ مصلحي. الله يبارك لك يا زماره. مشرفنا يا اسم صلحي. الله يعزك يا عسليه. شربت حاجه يا استاذ مصلحي؟ والله ريقي ناشف. ياما الراجل بقاله ساعه قاعد ما شربش حاجه. اسم الله يا اخويا. طب ما انا قاعده بقالي ساعه ما شربتش حاجه. طب ما انا كمان بقالي ساعه قاعد ما شربتش حاجه. وانا برضو بقالي ساعه ما شربتش حاجه. انا كمان بقالي ساعه ما شربتش حاجه. ايه مش شربت حاجه؟ ولا عمري شربت حاجه عندكم؟ طب ما احنا كلنا بقالنا ساعه قاعدين ما شربناش حاجه. ايه هتطلع فلوطه انت في القعده وتشرب انت لوحدك؟ ايه عايزنا نبص لك في المشروب؟ لا يا سيدي. طب ما تقعد بقى ساكت بقى. ماشي يا سيدي حاضر. خش في الموضوع. حاضر. هي فين القمر اللي جايبه القمرات دول؟ امي. ها امي اهي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دي وكالة ناسا دي كدابة كدب الإبل. أي والله. قال إيه بيقولوا القمر مش في مكانه، أتاريه هنا مالي مكانه. أموت يعني. ايه ياما الضحكه الخليعه دي؟ انت مش قلت لي مش هتضحكي الضحكه دي غير وسط عيالك؟ وايه الضحكه المعفنه دي؟ دي أحلى حاجة فيا. احلى حاجه فيك ايه؟ اعمل لي الاستاذ سامو زين، ما تحترم نفسك يا اخي امي. عيب ياما في ايه؟ على فكره بقى إيه؟ دي بتشخر وهي نايمه. أكيد بتشخر مزيكي. وبتاكل اكلنا وهي نايمه. ألف هنا وشفا على قلبي. ده انت تنح قوي بقى. خلاص بقى يا جماعه، مش عايزين نعطل استاذ مصلحي عن مصالحه. لا يا ست الستات، أنا خدت النهاردة اليوم نص أجازة، قلت أقضيه معاكوا هيني. خلاص بقى يا جماعه، خلوا الاستاذ مصلحي يطلع ورقه وينجزنا. انت بص، انت مين؟ انت على طول مع العيال، انا مش عارفاك انت مين، مش واخده بالي منك، لكن انت على طول معانا ليه؟ مش عارفه، مش فاهمه. جاي عشان توقف حالي؟ يا اخي ده انا ما صدقت حد بص لي ولا عكسني. في ايه؟ مين ده؟ مين ده؟ ما بس ياما، بس ياما صغرتينا في وسط الناس. انا مش طايق نفسي. خلاص بقى ياما، هدي نفسك، خلي الاستاذ مصلحي يشوف شغله. يا ترى القمر بيمضي ولا يبصم؟ تصدق هقلب عليك؟ ليه؟ ايه فاكرني بصمجيه؟ ده انا مطربه قد الدنيا ومسقفه ومتعلمه. بتقول له يا واد. دبلوم صناعه قسم براده. بسم الله مش عارف. ممكن توقعي لنا هنا يا ست الحبايب؟ هو ايه ده؟ وقعي لنا على الورقه دي. اوقع على ايه؟ امبابه. ايوه. فيصل. المنير. كبيره شويه عشان مشوار طويل. الله يحفظك، الله يحفظك. كده تمام كده يا عم. ايوه 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 بس هي دي. هي امك شاربه حاجه ولا ايه؟ هو في حاجه عندنا تتشرب؟ على فكره انا ما شفتش حاجه. اللي انت بتعمله ده قلت لك 100 مره ما ترميش كده في الشارع، ارميها على جنب. هو ايه اللي على جنب يا حيوان انت وهو؟ ده المستخرج اللي احنا داخلين عليه من الصبح. يبقى كده فضلش على حاجه واحده بس، نلاقي المطرب وكده يبقى خلاص. جدع العسليه. قلت لكم ما ناخدش عسليه معانا، ما بفهمش في الحاجات دي. ما بيفهمش، بتقول له جدع على ايه؟ هنلاقي فين المطرب ده ان شاء الله. قبل اي كلام بقى انت وهو، المصاريف اللي انا عمال اصرفها دي مين اللي هيرجعها لي؟ ايه؟ مصاريف الا الشيطان يا حبيبي. انت تطلع مصاريف؟ ده انا ما شفتكش حطيت ايدك في جيبك طلعت نص جنيه. وانت هتشوفني ازاي يعني؟ المكتب هناك كان مترشق كله كاميرات عم زماره، عايز نودي نفسي في داهيه؟ انا خدت مصلحه على جنبه وكرمشت له 100 جنيه. انت معاك 100 جنيه يا عم؟ انت لو معاك 100 جنيه ما تجيش معانا اساسا. بعدين الراجل ما كانش فاكرك. بقول لك ايه يا متر، اكتب يا اخويا اللي انت بتصرفه واحنا هنبقى نحاسبك. اكتب؟ كله مكتوب يا حبيبتي اصلا. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. رشوه مصلحي 100 جنيه، دمغه 10، سجاير 30، مصاريف ونسريات ودبدوب 25 جنيه. ايه؟ وبتوعي بقى ال 25 جنيه دول ان شاء الله. جدع عسليه. دول دبدوب الفالنتين عشان مراتي. انا قريت لي الشاعر محمود ياسين. مين؟ محمود ياسين. محمود ياسين بيشعر؟ ايوه بيشعر. المهم عن الفالنتين، وقال في الكتاب بتاعه ان اقل دبدوب ب 37 جنيه، وهو كذلك انك كذاب. وهو كذلك انك كذاب. بتكذب. لا كده كده يا ولاد امبابه، بعد التعب اللي انا بتعبه عشانكم تطلعوني كذاب؟ خساره. خلاص ما تزعلش. خلاص بقى يبقى ليك مصاريف. يا اخي مصاريف البطن بتتخانق. خلاص ما تزعلش يا عم عمرو، ليك وهتاخد يا عم. خلاص كلنا عارفين ان عمرو عايز مننا فلوس. هات 10 جنيه بقى.
ويا ريت انا كمان 10. وانا 15. بتوع ايه دول؟ بتوعنا. يا عم طب ال10 جنيه ماشي خلاص يا عسلية، هات انت 10 جنيه. عسلية عسلية. وفي إطار زيارة مجموعة ضخمة من نجوم العالم لتنشيط السياحة في مصر وتحت شعار مصر يا حتة مني، معانا النجم العالمي المكسيكي حمودة أنطونيو النهاردة في برنامجنا عشانك يا مصر. انتظرونا الساعة 8 مساء. إذا قد أقر المزمم فيه وطننا. اطمن يا حاج، ابنك ما ياخدش 5 دقايق حبس في القضية دي. ازاي يا باشا؟ ده اعترف بنفسه على ذات نفسه. عشان حمار. ايه؟ عشان متربي. ربنا يخليك. انت ما تعرفش انا عملت ايه في قاعة المحكمة. زلزال زلزال يا حاج. وسموا فيلمهم الله الله على فصاحتك يا استاذ. ايه البلاغه ديت؟ ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. اشكركم جدا. اشكركم. مساء الخير يا بحر القانون. اهلا يا هجرسي بيه، اهلا وسهلا. خطوه عزيزه في ميعادك بالظبط. هجرسي بيه ابو الهجايز من عيلة هجس، جنتل بارمان كبير في شط العجمي على البحر، اخد ناصية. والله مالك عليا يمين، الغالي ما يعرف الا الغالي. ما عرفتناش بالجلابية. الحاج منصور الكلوي. الكلوي من عيلة الكلوي، محدش يعرف عنها حاجة. مشهورة؟ طبعا. مشهورة جدا. طبعا. ابنه تامر هياخد اعدام الاسبوع الجاي، موكل عندي. موكل عندك؟ طب ما توكلنا حاجة. وايه اخبار شحنة اللحمة البرازيلي يا هجرس بيه؟ والله شحنة اللحمة خرجت ولم تعد. ترجع بالسلامه ان شاء الله. معلش يا متر، انا اتأخرت لاني ما لقيتش ركنة باركينج. انت عارف العربية بتاعتي 9 متر في 4 فدان. الراجل الباركنج يحب الباركنج. المفروض نقول ايه تاني؟ الاتعاب. معلش كده، انا اسف، لا مؤاخذة. ده مبلغ ب 500 جنيه. 500,000 جنيه. ليه؟ لأن في شيك في النص هنا ب 400,554 ومعانا 500 كانوا في إيدي، يبقى الحساب 900 جنيه. 1000 جنيه مصري لا غير.
ودي اشاعه انا لسه عاملها، انف واذن وحنجره وكزبره، مالهاش دعوه بينا خالص. المفروض تقولوا لي بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا الله باشا. يسلمك، الله باشا استعجز انا بقى اروح اجيب لك شنطه من ديت بقى واجي. ها باشا شرفت جدا يا باشا بيه. ربنا يخليك، ربنا يخليك ربنا يخليك يا باشا. مع السلامه يا كلاودي، مع السلامه. اطمن على شرفت روحك. ونورت يا كلاودي. ايه رايك وحياه امك؟ الله يخرب بيتك. ايه ده؟ جايب لي الفلوس خمسات وعشرات وعشرينات. انا مالي يا عمرو، ما انت اللي جبتهم لي. تقوم تجيبهم لي كده قدام الراجل؟ بس عملت الدور حلو صح؟ عدت الحمد لله. الحمد لله. شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اخوكو اخويا ماله؟ طلع مطرب عالمي. ما شاء الله. ده جاي يصور اغنيه في مصر بكره. اغنيه هنا؟ وعلى فكره التلفزيون عامل معاه لقاء النهارده الساعه 8. الساعة 8 ولا بكرة؟ النهارده اللقاء، بكره الغنوه. ماشي. ماشي؟ طب هات 20 جنيه بقى.